السلام عليكم. نتمنى أموركم كلها تكون على خير وبخير. اليوم جيتكم بقصة وقصة نتمنى أنكم تكونوا ليها كلكم آذان صاغية وتصنتوا ليها حتى الآخر. كتقول صاحبة القصة: أنا كنقرا في الليسي، لاحظت في الآونة الأخيرة بأن بابا تغير معانا، ما بقاش كيبغينا كيف ما كان في الأول، ما بقاش يصرف علينا ولا كيعنف ماما بزاف، وصل لدرجة انه ما بقاش كيبات في الدار. كنت كنشوف الحزن في عينين ماما، ولكن واخا هكاك ما خلاتناش، كانت كتعجن الخبز وكتبيعو باش ما تخليناش بالجوع. انا كانت عندي واحد صاحبتي لانتيم، كنت كنعاود ليها كل شي، ومني كنت كنحكي ليها على بابا كانت كتقول لي ربما دخلت شي وحده لحياته، هذاك الشي اللي خلاه يتبدل. انا بكل ثقه في النفس قلت ليها بابا ماشي ديال هذاك الحاجات. حتى لواحد النهار مشيت لعندها لدارهم، وانا قربت للدار حتى كنشوف بابا خارج من دارهم مع اختها، شادين في الدين بعضياتهم وكيضحكوا. تما حسيت بالصدمه وحسيت بالدنيا دايره بيا، ما تيقتش، بقيت كنشوف حتى شفتهم ركبوا في الطوموبيل ومشاو. بلا شعور مشيت كنجري الباب ديال دار صاحبتي وبقيت كنخبط فيه حتى خرجت عندي اللي ما كتسماش صاحبتي. قلت لها اختك شنو كدير مع بابا؟ قالت لي راه قريب العرس ديالهم، مشاو باش يشوفوا الدار اللي كرا ليها باباك. ما حسيتش براسي حتى جبتها من شعرها، كنجبد كنضرب، انا كنضرب وهي كتضرب. المهم قمشت ليها وجهها كامل. مشيت للدار، جا بابا في الليل وعطاني قتلة ديال العصا، كان اول مره كيضربني. انا كنت عزيزه عليه زعما، ضربني وسبني وما خلى فيا غير اللي ينسى. ماما جات كتفك فيا حتى خلطها معايا وقال ليها انا غادي نتزوج، انا عييت منك ومن ولادك، وخرج. كانت صدمة ماما مسكينة كبيرة، حيت انا ما كنت قلت ليها والو. ندبات وجهها، بكات بحرقة، كتقول انا اللي صبرت معاه، انا اللي بديت معاه من الزيرو، كيفاش يقدر يدير فيا هكا؟ من لحد الان صوت امي وهضرتها مازال راسخه في ودني. ومن داك النهار بابا همنا بدرجات 90%. امي كانت كتضل تبكي ليل ونهار، وخوتي صغار. رجعت حالتنا حاله، حتى النهار اللي سمعنا باللي بابا تزوج بخوت صاحبتي زادت ماما دخلت في اكتئاب. من بعدها بيامات شربت الدواء ديال القلب ديال جدي، وماتت امي، ماتت الشمعة ديال الدار، ماتت أطيب الخلق، الله يرحمها. من داك النهار جامي ننساه. كان عندي هداك العام الباك، قبل ما تموت امي كنت كندير مجهودي كله في قرايتي. قلت انا اللي غادي نخرج امي وخوتي من هاد الفقر، انا اللي غادي نعلي لها مقامها قدام الناس، وكاع هادوك اللي تشفاو فينا نقتلو غير بالفقصه. ولكن امي ما كانتش عندها القوه والصبر، ماتت سيمانه قبل ما ندوز الباك ديالي. كان هداك العام اصعب عام داز في حياتي انا وخوتي الصغار. ما كنتش نجحت في الباك حيت اصلا ما مشيتش دوزتو. بابا من بعد سيمانه من موت ماما جاب داك اللفعه ديالو للدار ماما، وهي بدورها ما خلات ما دارت، بدلات الفراش ديال الدار كامل ورمات كاع حوايج امي. بصعوبه قدرت نحتفظ بشويه من حوايجها باش نشم فيهم ريحتها، اما الباقي كله باعتو وبدلات كل شي. كنت كنهضر ونضارب معاها، ولكن راجلها او بالاحرى بابا كان كيضربني الضرب ديال الموت. عاودت العام ديال الباك ودرت كل ما في جهدي باش نجيبو، ونجحت فيه. درت الإقامة في الجامعة باش نهرب من مرت بابا ونهرب من بابا. كنت باغا نهرب من المشاكل، واخا قلبي كان مع خوتي الصغار، ولكن ما تحملتش نشوف ديك اللفعة دات بلاصة ماما حبيبتي. المهم تعرفت على بنات بزاف، كنت عاودت ليهم على قصتي وكانوا كيعاونوني
يا اما بالمصروف يا اما بالحوايج. هذيك البنت اللي كتبات معايا في لا شومبر، تعرفت عليها وتصاحبت انا وياها بزاف. هذيك صاحبتي كان عندها واحد السيد كانت كتعرفو، وكانت باغا تزوج بيه. هو ما كانش باغي يخطبها. لما عاودت ليا انها كانت مشات عند شي وحده ودارت له شي حاجه وجا خطبها. انا غير عاودت ليا هاد الشي، حاجه وحده اللي ضربت في راسي. قلت علاش ما نتاقمش لمي مسكينه اللي حرمتني من هذيك اللفعه ديال مات بابا. عاودت لصاحبتي قلت لها كون غير ديني ليها، ومنيتي في الحياه انني نجيب حق امي، ومنيتي في الحياه انني ننتقم منها. قالت لي فكره زوينه، هاد السيمانه نديك ليها وتفاهمي معاها. قالت لي راه ما غاديش تخدم ليك غالي بزاف وغادي تعاونك. دازت ديك السيمانه وانا كنت حيره ومتردة، كنقول نمشي ما نمشيش. وكانت كنتفكر ماما مسكينه كيفاش كانت كتجي في بالي، كتبكي وكيجيني صوتها نهار اللي قالت لي صبرت وتمحنت معاه، بدلني ورماني كي الكلبه. المهم دازت الايام وجا نهار الموعود، داتني صاحبتي لديك السيده. كانت الطريق طويله وكتخلع. وصلنا عندها، هدرت معاها وعاودت ليها. قالت لي صافي عندي ليك الحل، خاصك غير تجيبي ليا الملابس الداخليه ديالهم بجوجهم. واتفقات معايا على واحد المبلغ ديال الفلوس نوجدو ليها. خرجنا انا وصاحبتي وانا كلي كنفكر كيفاش نجيب ليها هادوك الفلوس. قالت لي صاحبتي ما تخميش، انا كنعرف واحد السناك يلا حل في الاقامه اللي حدانا، كنعرف مولاه، سيري خدمي عنده بما جمعتي دوك الفليسات. هضرات معاه يومين وبديت الخدمه عنده. داز شهر وخلصني، من بعد بقات خاصني شي حاجه قليله. قلت نزيد نخدم عنده سيمانه باش نكمل الفلوس. زدت السيمانه وكملت كاع هذاك المبلغ اللي اتفقت مع سيده باش نديه ليها. وصلت الويكاند قلت خاصني نمشي لدارنا باش نجيب داكشي اللي وصاتني عليه. مشيت بالخميس في العشيه، لقيت خوتي الصغار عند جده وحالتهم كانت كتشف في العدو، من وجوههم كيبانوا يتامى. ولقيت داك اللفعه خوات ليها الدار مع بابا، وبابا كيدير ليها كيف الماء القليل كيبوس الارض اللي كتمشي عليه. زدت حقدت عليهم كتر. المهم وصل الليل ومشاو ينعسوا. انا درت لاغم ديال 3 ديال الصباح، نط ومشيت كنقلب في الماكينه ديال الصابون على الحوايج الموسخين. ربما نلقى داكشي اللي وصاتني عليه هذيك السيده. لقيت ديال بابا ولكن ديال ديك اللفعه ما لقيتوش. منين لقيت داكشي ديال بابا ديتو وخبيتو في الصاك وتكسلت، وكنت بايته كنخمم كيفاش ندير ناخد ليها الحوايج الملابس الداخليه ديالها. لا غدت ليه كان الجمعه، كان خاصني ضروري ندير شي حاجه في ديك النهار باش ناخد ليها الملابس الداخليه ديالها حيت كان نهار السبت كان خاصني نمشي للاقامه. نط ودخلت الكوزينه لقيتها جالسه كتفطر. شفت فيها وتبسمت وانا النار كانت شاعله فيا لداخل. لقيت البانر محطوط قدامها، قلت ليها واش تبغي ندير لك واحد العصير كيجي بنين بزاف. هزيت البنانه ويلا جيت بغيت ندير ليها العصير، قالت لي لا لا ما بغيتوش. قلت ليها انا اول مره كنوي ندير لك شي حاجه وبغيت نتقرب منك ونبداو انا وياك صفحه جديده وانتي كترفضي. قالت لي واخا معليش ديريه. مشيت درتو ليها وكبيتو ليها في كاس وديتو ليها واكسبري كفحتو ليها على حوايجها. هي بقات كتغوت وكتسب وانا في الداخل ديالي فرحانه. مشات دخلت لبيتها بدلات حوايجها، جات حطاتهم في الماكينه ورجعات البيت ديالها. انا مشيت تنجري الماكينه، هزيت هداك الشيء اللي خاصني نهزو خبيته في صاكي وخرجت من الدار. مشيت باش نبات عند جده، نبات مع خوتي باش السبت رجع الاقامه. وداك الشيء اللي كان رجعت الاقامه ومشيت انا وصاحبتي عند ديك السيده.
ديت ليها داكشي اللي وصاتني عليه. دارت هي داكشي اللي دارت وقالت ليا عطاتو ليا وقالت ليا خاصك ضروري تمشي تدفنيه حدا شي قبر قديم بزاف ويكون منسي. رجعنا الإقامة ولا غدلي مشينا كنقلبو انا وصاحبتي في الروضة على شي قبر يكون قديم ومنسي. منين لقيناه دات راسي انا بحال اللي كنسقي فيه وصاحبتي كانت عاسة عليا. دفنت داكشي حداه بلا ما يشوفنا حتى شي واحد وخرجنا. النصف ديالي كان خايف وندمان والنص الاخر كان تيقول ليا هي خسرت لي عائلتي وبسببها ماما مشات من الدنيا، خوتي الصغار تشردوا وتيتموا. بقيت هكاك شهر. من بعد قلت نمشي لدارنا نشوف خوتي توحشتهم. مشيت لدارنا ومع الدخلة ديال الباب قابلني بابا شفتو تبدل تخلات، شعره طاح ولا كيبان كبير في العمر، كتافو طاحوا، وجهه ولات فيه واحد الضبابة كحلة ما بقاش كيف ما كان. غير شافني هو يتبسم قال لي يا حنان بنتي عنقني، انا بقيت غير جامده في بلاصتي. قلت له مالك ياك لاباس؟ قال لي غير شفتك من الباب حسيتك تتشبهي لي يماك الله يرحمها، فكرتيني فيها. قلت له واش نسيتيها؟ قال لي لا لا جامي ننساها. قال لي ما نعرف شنو طرا ليا هذاك الوقت، وكان جالس كيهضر وكيبكي بحال شي وليد صغير. قال لي ندمت بزاف حيت عاودت الزواج ورميتكم ويتمتكم وعمري ما غادي نسامح راسي. من بعد ما جلست مع بابا شويه مشيت عند جداتي نشوف خوتي الصغار، ديت ليهم شي حاجه في يديا وفرحوا بزاف. جلست مع جده وقلت ليها مرت بابا شتا ما كايناش في الدار، واش مشات تشوف دارهم؟ قلت لي عندها مشاكل مع باباك وما عرفت شنو طرا بيناتهم، مشات لدارهم غضبانه وباباك حلف ما يرجعها. قلت لها ان شاء الله عمري ما يرجعها. قالت لي بصح باباك شتو حالته تبدل بزاف ما بقاش عاجبني. انا سكت. المهم جلست ديك الليله بايته مع خوتي ومع جده كنقصروا وكاين عسو بقيت جالسه كنخمم في البابا والحاله اللي وصل ليها. كنت كنقول في خاطري شنو درت. ندمت بزاف حيت مشيت عند الشوافه ودرت ليه داك الشيء. دنا الصباح فطرنا قلت لجداتي دير ليه الرقيه، ربما هذيك اللفعه دارت ليه شي حاجه. جده قالت لي بصح ملي يجي عمك في العشيه سعيد غادي نقولها ليه، حتى انايا شفت باباك تبدل بزاف وما بقاش عاجبني كيف ما قلت ليك. داز نهار وفي الصباح جا في العشيه عمي سعيد باش يطلع على جده. قالتها لي قال لي حتى انا لاحظت ان شاء الله غادي نمشي عنده ونديه يدير الرقيه. مشى عنده فعلا ولكن بابا ما بغاش يدير الرقيه، بزز عليه عمي لدرجه جاب ليه الراقي حتى للدار. كنت معاه انا وكانت معاه جده، بقى كيرقي فيه الراقي وهو حس بيديه ورجليه كلهم منملين عليه. قالت لي جده شتي ها اللي قلت ليك، راه هذيك اللفعه دارت لك شي حاجه. وانا غير ساكته وخايفه ومخلوعه وفي نفس الوقت ندمانه. المهم لا غد ليه كان نهار السبت مشيت الاقامه وكان عندي هذاك الشهر كله ديال الامتحانات. مشيت وانا كان راجع الامتحانات وعقلي كله مع بابا، كنت كنخمم فيه مسكين وكنبكي وكنقول يا ربي تسمح ليا ويا ربي تكون ماما راضيه عليا. المهم مشيت ندوز الامتحانات وانا عقلي كامل في هذيك الفتره كان غير مع بابا، وكنت ديما على تواصل مع جده اللي كنت كنسولها عليه، وكانت كتقول لي بانها كيدوه من راقي لراقي وكل مره باش كيحس مره كيتقيا مره كيغيب ليهم كل مره وشنو. قالت لي بلي مات باباك حتى هي كانت حامله وطاح ليها البيبي وباباك حلف ما يمشي عندها ولا يشوفها، خصوصا ملي تاكد بلي هي اللي سحرات له. قلت لها الحمد لله حق ماما رجع وهي تستاهل، كما تدين تدان. قالت لي يا بنتي بصح ولكن باباك راه كل ليله كيبات يهضر بسميت ماماك
كيقول ليها سمحي لي انا اللي خربت داري، انا اللي شتت ولادي، ودابا انايا راه في داركم، سديت داري ومشيت لداركم مع باباك نقوم بيه ونقوم بخوتك الصغار. قلت ليها صافي يا جده، انا اصلا ما بقاش ليا بزاف، بقى لي غير 2 سيمانات ونكمل. قالت لي ربي ينجحك ويفرحك. المهم دازت الايام وكملت الامتحانات وبدات العطله. مشيت لدارنا، لقيت بابا الحمد لله ولا شويه. مش سولت جده واش مشى عند هذيك اللفعه، قالت لي راه حالف ما يمشيش عندها، ووكل محامي باش يرفع دعوة الطلاق وراه بدا الاجراءات. المهم دازو ايامات حتى لواحد الليله بدا كيعيط ليا واحد النمره جديده ما عرفتهاش. هزيت التليفون كنت كنسمع وحده كتقول لي السلام حنان. قلت ليها شكون معايا؟ قالت لي ملي غنطلقها وغادي تعرفي شكون. وبقات كتطلب فيا باش نتلاقى معاها غدا. قلت ليها عندي هضره مهمه بغيت نقولها لك. قلت ليها ما كنعرفكش اذا ما غاديش نتلاقى معاك، هذه غير نسايها. قالت لي لا لا راك تعرفيني، ولا قلت لك شكون انا ما غاديش تجي. الله يعطيك السر الا ما اجي، راه عندي لك هضره مهمه. قطعت عليها وهي بقات كتعاود صوني. درتو سيلونس. جيت نعس حتى بقيت كنفكر وقلت ربما تكون شي وحده شافتني كندير هذاك الشيء في القبر وهي كتعرفني ولا بغات تهددني ولا بغات تفضحني. خصني نعرف شكون. هزيت البورطابل بغيت نشوف واش مازال كتعيط. لقيت 10 ديال لي زابيل ميساج مكتوب فيه حنان خاصك ضروري تجي غدا فين قلت لك، راه كاينه حاجه مهمه وضروريه بغيت نقولها لك. كتبت ليها اوكي ان شاء الله ونعست وانا غير كنخمم. لا غد ليه عيطت عاوتاني وقالت لي اكدت عليا فين نتلاقاو. مشيت لعندها. تخيلوا شكون لقيتها صاحبتي امال، خدت مرت بابا. قلت ليها واش انتي مازال عندك الوجه اللي تشوفيني فيه؟ قالت لي غير سمحي لي كاينه واحد الهضره مهمه خاصني ضروري نقولها ليك. قلت ليها شنو بغيتي شنو كاين؟ قالت لي ماشي هنا، هاد الهضره كتهضر، اجي معايا للدار. قلت ليها هادي غير نسايها. تميت غاده وهي تشدني من يدي وعينيها كانوا معمرين الدموع وكتطلب فيا باش نمشي معاها، والناس كاملين دارت وبقات كتشوف فيها. انايا توترت وما عرفتش شنو غادي ندير. قلت ليها يلا زيدي قدامي. قالت لي انا بغيت نوريك واحد الحاجه مهمه. وصلنا لدارهم، دخلتني لواحد البيت لقيت فيه هذيك اختها اللفعه مكسله ولكن مبدله يابسه، ما تصوروش منظرها كان تيخليه. تبدلت وجهها كحال خلعتني. في الاول ما تيقتش باللي هي، بقيت كنشوف فيها. مشات امال سدات الباب وقالت لي شوفي اختي كيفاش ولات، راه هي كتموت. واختها غير ساكته وعينيها كتشوف فيا. قالت لي راه ما تقدرش تهضر. قالت لي جبتك هنا باش تسمحي لينا، سمحي لي انا واختي على داكشي اللي درنا فيكم. قالت لي اختي راه وقع ليا هادشي غير بسبب دعاويكم ودعاوي خوتك. دعاويكم خرجوا فيها وبقات كتبكي. شويه دخلت ماماهم وطاحت لي على رجلي وكتبكي وكتقول لي بنتي ما تحرقوش لي قلبي على بنتي. انا عارفه بنتي باللي غلطات ودات لكم باباكم وبسببها طرا لماماك داكشي اللي طرا ليها وفقدتوا ماماكم، وانا ما كنتش راضيه على داكشي اللي كانت دارت، ولكن هذاك الشيء وقع. شوفي دابا حالتها فين وصلات، ما كتهضر ما كتاكل ما كتنعس. هادشي هو اللي خلانا نجيبوك وباش نطلبوا منك السماحه. وكطيح لي على رجلي وكتقول لي سمحوا ليها كبتي مشويه عليها. وانا غير كنبكي ما قدرتش نهضر واختها تبكي. من بعد وقفت وقلت ليها شفتو داك الشيء اللي حسيتو بداك الشيء اللي كنت حسيت به. انا حسيت بكثار من داك الشيء انا وخوتي تشوينا. قلت ليها طلبوا من ماما تسمح ليكم. وقفت وخرجت وشحال عجباتني الدنيا كيفاش كدور.
واخا غاضتني بزاف ما كنتش باغاهم يوصلوا لهاد الدرجه اللي وصلوا ليها، ولكن هما اللي بداو. المهم خرجت ومشيت ديريكت لعند جدة، لقيتها كتصلي الظهر. غير دخلت طحت على رجليها وبقيت كنبكي، وهي كتقول لي منين سالات الصلاه كتقول لي حنان بنتي شنو طرا ليك ماكي كتبكي؟ وانا غير كنبكي وهي مقلقه عليا وكتقول لي راه كلشي تحل بنتي غير صبري. من بعد هزيت راسي ليها وقلت ليها هذيك الحاجه اللي درت ربي راه ما غاديش يغفر ليا. سدات ليا فمي واستغفرات الله وقالت لي ربي راه غفور رحيم. قلت ليها جدة راه انا اللي سحرت البابا ومرتوم وعاودت ليها كل شيء، وانا كنعاود ليها وهي كتستغفر. عاودت ليها كل شيء ومين ساليت قالت لي بعدي خليني نزيد ركعات نصليهم، وانا كنصلي وانتي استغفري مولاك حتى نكمل. المهم صلات وكملت. قالت لي سيري توضاي وصلي. نط توضيت وصليت وجدة غير جالسة وساكتة وكتخمم. انا غير كملت. قالت لي عيطي لعمك سعيد. قلت ليها واش غادي تعاودي ليه داكشي راه يقدر يذبحني. قالت لي ما تخافيش غير عيطيلو. عيطت له جا عمي. قالت لي خرجي. خرجت وسدات الباب مورايا. انا جلست حدا الباب كنسمع. قالت لي شوف وليدي بنت خوك صغيره وتكوات على ماماها وراك عارف هذاك الشيء اللي داز عليهم. قالت له راك تعرف الحقره واعره. قالت له بنت خوك غلطت وتعامات مع السحاره. قال لها استغفر الله العظيم واتوب اليه. وعاودتها جدة واستغفرات. قالت له بصح ولكن هي دريه صغيره وغلطت وندمت عما هاد الظلم اللي ظلموه وكي ندمت حبات تصلح الغلط ديالها وتتوب لربي سبحانه. قالت له شوف دابا نديوها ونهزوها ونمشيو عند الامام ونسولوه كيفاش نديرو واللي قال عليها الامام هو اللي نديروه. وقالت لي شوف هضرتنا تبقى هنايا تموت هنايا. قال ليها كوني هانيه. لبسات الحجاب ديالها ودانا لعمي الامام وعاودوا ليه كل شيء. منين سالاو بقى الامام كيشوف فيا وقال لي لازم توبي توبه نصوحه وتضرعي الله صبحة وعشية وتكتري من الاستغفار والحمد لله انك ندمتي وعرفتي الخطأ ديالك. من بعد سولني قال لي على داك القبر واش مازال عاقله عليه اللي درتي فيه السحر. قلت له شويه. قال لعمي غدا الصباح ان شاء الله دوزو عليا مع 10 ديال الصباح نمشيو نقلبوا على داك القبر. وفعلا داكشي اللي طرا الصباح. نوضنا مع عمي ودزنا عليه ومشينا كنقلبوا على داك القبر ساعه وانا كنقلب عليه حتى لقيته. وقلت لهم هنا حفر عمي وجبدو وقرا عليهم الامام وجاب قرعه فيها الماء مرقي. مشينا للدار وانا حاسه باللي هم كبير تحيد من قلبي وحمل كبير تزاح عني الحمد لله. من بعد مرور شهور وبابا ما حبسوش ليه الرقيه بدا كيرتاح. اما طريقته مشيت انا وجدة باش نطلعوا عليناها لقيناها خير من اللي كانت في الاول. بدات كتبرا. انا توبت الله سبحانه وتعالى والحمد لله مي كنضل ندعي ليها وربي وبابا مشى حفر ليها بير صدقه ليها كل مره كيزورها في قبرها. ربي يهدينا ان شاء الله. هذه نهايه القصه ديالي. نتمنى انكم تكونوا ديتوا العبره واللي هي ما تخطفوش رجال متزوجين راكم كديو غير الدعاوي ديال المراه وديال ولادها وعائلتها وصحاباتها والناس كاملين تيكونوا تيبغوها تبقاو يدعيو فيكم. وبلا ما تسحروش السحر راه واعر وصعيب عند ربي ومن الكبائر. وانا ادعوا لي ربي يغفر لي ان شاء الله.